المغرب مستعد للانخراط في أي مبادرة عربية ودولية للسلام. قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم الأربعاء بالقاهرة خلال ترأسه أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية حول الوضع في فلسطين، إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ما فتأ يدعو للخروج من منطقة الصراع والعنف إلى منطقة السلام والتعاون وبناء فضاء مزدهر لجميع شعوب المنطقة. وأبرز بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي خصص لبحث سبل تحرك عربي لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية ووقف استهداف المدنيين استعداد المغرب للانخراط في أي جهد عربي ودولي يروم تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، موضحا أن جلالة الملك ظل دائما يؤكد أن أمن الشرق الأوسط واستقراره يتطلب مساعي الانقطاع وجهودا حثيثة ومتواصلة للخروج من منطقة الصراع والعنف إلى منطقة السلام والتعاون وبناء فضاء مزدهر لجميع شعوب المنطقة. وجدد التأكيد على دعم المملكة المغربية الكامل والثابت لدولة فلسطين ولسلطتها الوطنية الشرعية بقيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال والعيش الكريم. وأكد ناصر بوريطة تشبث المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالسلام العادل والشامل المستند إلى قرارات الشرعية الدولية باعتباره خيارا استراتيجيا لا محيد عنه. وقال إن الأحداث الدامية والمروعة التي انطلقت شرارتها يوم السبت 7 أكتوبر 2023 وما واكبها من عنف منقطع النظير يؤشر على أن المنطقة أمام وضع غير مسبوق قد يدخل الصراع في مرحلة لا يمكن التكهن بتداعياتها. وقال ناصر بوريطة إنه بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله دعت المملكة المغربية بصفتها رئيسة الدورة 160 لمجلس الجامعة على مستوى الوزاري إلى عقد اجتماع طارئ للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين وكذا بحث سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير. واستعرض الوزير 4 محاور كخارطة طريق للتعاطي مع الوضع المتدهور في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة لخصها في بذل كل جهود لبلوغ هذه التهدئة وحقن الدماء من خلال التحرك سواء بشكل جماعي أو فردي لدى القوى الدولية الفاعلة من أجل الوقف الفوري للمواجهات على الأرض وخفض التصعيد من حماية المدنيين ومنع استهدافهم ووقف الاستفزازات والأعمال الأحادية تفاديا للاستفحال الوضع وخروجه عن السيطرة. وأشار في ذات السياق إلى أهمية تقييم الاحتجاجات الصحية والإنسانية العاجلة في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المتضررة وبرمجة عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الصحة العرب للتجاوب مع تلك الاحتجاجات وسبل إيصالها إلى وجهتها. وحتى أيضا الأطراف الدولية راعية عملية السلام بما فيها الرباعية الدولية على البدء في مشاورات حقيقية لإحياء العملية السلمية من أجل بلورة خارطة طريق بأهداف عملية تشمل جدولا زمنيا للدخول في مفاوضات جادة وهادفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للاتفاق على صيغة نهائية لحل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية والعربية.